اليوم جبت لكم ملخص ديال واحد الكتاب من الكتب الأكثر مبيعًا في العالم، اللي هو Live in Wonder لإريك سيبرستون، بمعنى عيش في دهشة أو حيرة أو ذهول. الكاتب في هذا الكتاب كيحاول يبين الناس كيفاش يعيشوا حياتهم بطريقة إيجابية ومليئة بالتساؤل والفضول. كيتكلم على أهمية الفضول في حياتنا اليومية وعلى كيفاش أن الواحد يقدر يطور من نفسه ويعيش حياة عندها معنى أكثر من خلال طرح الأسئلة واكتشاف الدائم. الفكرة الرئيسية ديال الكتاب هي أنه خصنا نبقاو ديما متفتحين ونديرو مجهود باش نشوفو الحياة بعيون جديدة بحال الأطفال اللي ديما كيكون عندهم الفضول والدهشة. الكتاب كيعلمنا أننا نخرجوا من منطقة الراحة ونديرو تجارب جديدة ونتعلموا من الناس اللي عندهم تجارب وحكم فريدة في حياتهم. إيريك دار حوارات مع ناس كبار في مجالات مختلفة في الحياة، بحال رواد أعمال، فنانين ورحالة، باش يستافد من التجارب ديالهم ويشارك الحكم ديالهم مع القراء. كيقول أن كل شخص عنده شي حاجة مميزة يقدر يعلمها لينا، وهذا الشي كيخلينا نتعلمو كيفاش نعيشو حياة غنية بالمعنى والسعادة. شكون هو إيريك؟ إيريك مؤلف ومخرج ومتحدث محترف أمريكي. في عام 2001 كتب وخرج فيلم The Journey الرحلة، اللي كيوثق فيه واحد الرحلة اللي بداها في 1995 مع واحد 3 صحابو في واحد المينيبيس ديال فولكسفاغن. هاد الرحلة في الأول كانت النية ديالهم غير يتبعوا فرقة الروك The Grateful Dead، ولكن ما حدهم كيديروا هاد الرحلة تلاقاو بناس مهمين واللي تقهواو مثلا مع جيم كارتر، هنري وينكلر وبزاف د الناس. وفي عام 2009 نشر الكتاب اللي دوينا عليه، واللي كان عبارة عن اقتباسات ملهمة وأسئلة إرشادية يمكن الناس اللي قراو الكتاب يستخدموها باش يسولوا ريوسهم ويسولوا ناس آخرين.